العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. يسألنا الناس كثيرا عن إريتريا، أين تقع؟ ما هو تاريخها؟ وما هو أصلها؟ وما أبرز ما تتميز به؟ وكيف هو مناخها؟ وكيف الحصول على تأشيرتها؟ وهل يمكن زيارتها؟ وما هي ثرواتها؟ سألونا كثير عن هذا. إذا قلنا لهم نحن من إريتريا يقولون أين تقع إريتريا هذه؟ كثير، وهذا من عقدين أو 3 عقود وما زال الناس يسألوننا عن هذه الأرض المباركة التي استقبلت الصحابة رضوان الله عليهم. اليوم سنسلط الضوء على إريتريا من الناحية الجغرافية، من الناحية المناخية، من ناحية المجتمع، من ناحية ما تمتلكه هذه البلدة من ثروات، من خيرات، ما ميزها الله عز وجل به، من ناحية أيضا التاريخ الديني، من ناحية التعايش السلمي بين المكونات هناك. سنتحدث عن هذا بعمق في 45 دقيقة. نسأل الله تعالى تكون حلقة مباركة ومهمة، وقد جاءت في وقتها أيضا، وتساهم في الإعلام والإعلان عن هذه البلدة الطيب أهلها. فإلى المحاور. ضيفي في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، تاج راسنا وحبيبنا، وأيضا عبر خارج الاستوديو الأستاذ الدكتور جلال الدين محمد صالح، وكذلك الأستاذ الدكتور عبد الحميد الزرقوم. وأنتم أيضا مشاهدي الأكارم من المشاركين أيضا، إذا أحببتم أن تتصلوا وتسألوا وتضيفوا أيضا وتثروا هذه الحلقة فالمجال مفتوح. مرحبا بالدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبالمشاهدين. أنت من إريتريا، حدثنا من أي منطقة أنت أولا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بالنسبة لي أنا الأسرة تنحدر من الوسط الإريتري. يا سلام. يعني إقليم عنسبة. أقليم عنسبة. جميل. نعم، إقليم عنسبة، والأسرة موزعة ما بين منطقتين تقريبا في هذا الإقليم. لكن جدي عليه رحمة الله، جدنا سلمان، يعني هو من منطقة معروفة، هي منطقة البلين. أي منطقة اسمها حلحل. أي نعم. حلحل معروفة، منطقة مشهورة. لكن بقية الأجداد وإخوان سلمان هذول منتشرين في مناطق المارية. لكن الوالد عليه رحمة الله هو الوحيد الذي نزل مع جدي من جهة الوالدة عليه رحمة الله عليهم جميعا، فنزلنا في منطقة القاش. فتربيتنا كلها بعمري تقريبا الأسرة في منطقة القاش، شمال القاش وجنوب القاش. نحن يعني نتحرك في هذه المساحة. القاش أين تقع بالضبط؟ في غرب إريتريا، أقرب منطقة للحدود السودانية. غرب إريتريا. يعني المدن القريبة مننا اللي احنا نقع بيناتها مدينة تسني من جهة، ومدينة هيكوتا من جهة أخرى. يعني في هذه المنطقة أنا تقريبا تسني. أيوة، وهيكوتا. نعم. فالأسرة يعني أول شخص ولد في هذه المنطقة هو شخصي. يعني بقية إخواني الأكبر مني ولدوا في إقليم عنسبة. ولا زالت الأسرة يعني تقريبا امتداداتها في هاتين المنطقتين. لا زال الأسرة ممتدة في هذه المنطقة يعني. وهو بطبيعة الحال إقليم عنسبة وإقليم القاش يعني فيهم تقريبا تداخل بشكل كبير، وفيهم قرب أيضا، وفيهم أيضا تشابه بشكل لا بأس به، مع أن إقليم عنسبة هو الإقليم يصنف على الأقل في منطقة المنخفضات. جميل. حدثنا عن هذا الإقليم، مناخه كيف هو يا شيخ حسن؟ إقليم عنسبة مناخه هو مناخ الهضبة بشكل عام. مناخ الهضبة اللي هو سواحل البحر الأحمر كما لا يخفى عليك، حتى من الحدود السودانية وانت ماشي في هضبة واحدة تقريبا، هضبة جبلية في هذه المنطقة في الاتجاهين، اتجاه شرق البحر وغرب البحر. تقريبا الجبال هي نفس
جميل. نفس الجبال. فالمنطقة منطقة عنسبة هي من المناطق المتوسطة في مناخها، فيها برودة، فيها أمطار، فيها يعني ما فيها حرارة بالشكل الذي ربما تعرف به منطقة غرب إريتريا مثلا. يعني غرب إريتريا فيه المناخ قريب للمناخ السوداني اللي هو شرق السودان، لكن إقليم عنسبة على وجه التحديد فهو إقليم من الأقاليم اللي تتمتع بمناخ متوسط، فالبرودة فيه أو الحرارة فيه بس هو بعيد عن الشاطئ، بعيد. نعم، هو ليس ليس ساحلي، هي وسط إريتريا. جميل. منطقة وسط إريتريا. صحيح. والجزء من طبعا عاصمة هذا الإقليم هي مدينة كرن. يعني مدينة كرن هي عاصمة هذا الإقليم، ونفس المناخ تقريبا. يعني أنت لما تتكلم عن مدينة كرن وتتكلم عن الإقليم بشكل عام تقريبا متقاربة في المناخ الطبيعي. تاريخ إريتريا يا شيخ حسن سلمان إلى كم سنة يعود؟ يعني متى خلق الله إريتريا؟ منذ أن وجدت. طيب، هو على كل بالنسبة للتاريخ، التاريخ بشكل عام يرتبط بالإنسان. الجغرافيا ترتبط بالمكان. خلينا إريتريا موجودة منذ أن خلق الله هذه البقعة من الأرض، فهي موجودة كأرض، لكن يرتبط التاريخ بالإنسان. يرتبط التاريخ بالإنسان. لما تجي والله إنسان هذه المنطقة اللي تسمى إريتريا هو عبارة عن تكوين ثلاثي، فيه البعد النيلي اللي هي المجموعات النيلية. جميل. الزنجية. جميل. وفيه البعد الحامي اللي هو المجموعات الحامية، الحامي اللي هي قادمة من الشمال، منطقة كوش واللي هو جنوب مصر. وفيه المجموعات السامية اللي هي قادمة من اليمن وقادمة من منطقة الحجاز، أو خلينا نقول بشكل عام جنوب الجزيرة وشمال الجزيرة. يعني هذا التكوين اليوم اللي موجود في إريتريا تتداخل فيه هذه المكونات الثلاث. لما تريد تتكلم عن المكونين الحامي والسامي الفوارق تذوب في الأشكال. يعني ليس هنالك ما يمكن أن تلحظه في أشكال الحاميون هم الأفارقة؟ لا، الحاميون ليسوا الأفارقة، النيليون هم الأفارقة. النيليون هم الأفارقة. أيوة. والساميون؟ الساميون هو العنصر المحسوب على المكون العربي بشكل عام، القادم من أرض اليمن في فترة من الفترات، أو القادم كذلك ضمن الهجرات القادمة من منطقة الحجاز. جميل. جميل. فأنت تتمازج هذه المجموعات الثلاث، فعندك مجموعات نيلية تنحدر إلى المكونات النيلية المعروفة اللي هو مجموعات الكنامة، مجموعات النارا، في مجموعات الإيليت. هذه اللي هي المجموعات الأفريقية. المجموعات الأفريقية. نعم. جميل. عندك المجموعات الحامية هم الذين ينحدرون في أصول. حاميون أنت ماذا قلت لهم هؤلاء العرب؟ لا، الحاميون هم الذين ينحدرون إلى المكون البجاوي والمكون الكوشي بشكل عام، اللي هو منطقة جنوب مصر. فيها عندك مجموعات الحدارب والبداويت لاحظت، وفيها كذلك يعني بعض المجموعات اللي موجودة أيضا في الوسط الإريتري تحسب على كل عن المجموعات الحامية. جميل. مجموعات اللي سميتها مجموعات السامية غالب مجموعات التجري ومجموعات الساهو ومجموعات الجبرتة. هذه كلها تكاد تكون من المجموعات مجموعات السامية. جميل. نعم. جميل جدا. إذا نستطيع أن نقول أن تاريخ إريتريا من حيث التواجد هو يعني يضرب إلى آلاف السنوات. نعم. نعم، لكن التاريخ خلينا نقول التاريخ الوسيط والتاريخ الحديث ستلاحظ بأن إريتريا بالوضع الحالي ستبدأ معك على الأقل التاريخ الذي يعني نتداوله نحن من مملكة أكسوم، وانت جاي الى هذا التاريخ تعاقبت فيها جمله او مجموعه من الدول، تارة تاخذ البعد المسيحي وتارة تاخذ البعد الاسلامي. ومن القرن الخامس عشر تقريبا دخلت الدوله العثمانيه وامتدت في هذه المنطقه. جميل. سناتي اليه، ونحن هكذا حبينا ندخل بهذا المدخل. الان نستمع او نشاهد هذا التقرير ثم نعود للحوار مع شيخنا. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب. يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، هي بالفعل جارة للبحر، حيث تمتلك أكبر ساحل يطل على البحر الأحمر بأكثر من 1000 كيلومتر مربع، كما أنها كانت ولا تزال
المنارة التي تهدي كل عابر سبيل. فكما احتضنت الصحابة رضوان الله عليهم في زمان جدنا النجاشي، الآن تحتضن أكثر من 6 ملايين مواطن ومواطنة، فهي صاحبة التاريخ الغني والحاضر الزاهر، ولديها ثقافة متنوعة وإرث تاريخي جعلت 9 قوميات مختلفة تعيش في حالة من الترابط والتكاتف الكبير فيما بينها لمئات السنين، بالرغم من اختلاف أعراقهم وعقائدهم ومكوناتهم. ففيها التجرنة والتجري والعفر والساهو والحدارب والبلين ونارا والكنامة، بالإضافة إلى اللغة العربية. كما اجتمع في إريتريا الحبيبة المسلمون والمسيحيين، وعنوانهم الأبرز هو الإخاء والسلام والتصالح بين الجميع. فكانت المساجد التي تقف شامخة بالقرب من الكنائس خير دليل على التعايش السلمي بين مكونات المجتمع الإريتري. وتكتمل لوحة جمال الإنسان الإريتري بجمال إريتريا، ففيها المدن التاريخية المليئة بالمعالم الأثرية العابرة للأزمان. فمصوع بلد الإسلام، والبوابة التي دخل بها إلى أفريقيا. وأسمر المدينة التي سماها الناس روما إفريقيا، لما فيها من جمال معماري يحاكي المعمار الروماني. وبها كرن، مدينة جمعت بين الصمود العسكري وعلو الجبال مع بساطة الأسواق المحلية. وإن أنسى فلا أنسى عصب الجميلة، أو تسني الوداعة، أو أغردات موطن العلم والمعرفة، وغيرها الكثير من المدن. فهذه إريتريا بأقاليمها 6 وجزرها المتعددة، بجبالها الشامخة وأنهارها الجارية، بوديانها الخضراء وصحرائها الذهبية وثرواتها المتعددة والمختلفة. فمع بدء الصباح لها هبوب ونسناس إذا جاء العشاء. جمال إريتريا في تنوعها، كل مكان له خصوصيته التي تميزه عن غيره. اجتمع كل هذا التنوع ليرسم هذه اللوحة البديعة تحت مسمى إريتريا الجميلة. ما شاء الله تبارك الله. نشكر من أعد هذا التقرير. هذه خلاصة عن إريتريا، ويتحدث بأدب جميل بارك الله فيه. موقع إريتريا الجغرافي شيخ حسن. إريتريا جغرافيا تقع في شرق أفريقيا، وهي جزء من منطقة القرن الأفريقي، معروف في شرق أفريقيا، على ساحل كما ذكر التقرير 1000 كيلومتر على سواحل البحر الأحمر، بدءا من منطقة باب المندب بعد أن تتجاوز الحدود الجيبوتية، تبدأ معك بعد ذلك الحدود الإريترية مع البحر إلى أن تصل إلى 1000 كيلو تقريبا، وهي من السواحل الطويلة جدا في هذه المنطقة. مساحتها لا تتجاوز 120 ألف كيلومتر مربع. تتشكل في صورة مثلث، قاعدته الأساسية على الحدود السودانية الشرقية والحدود السودانية الشرقية، وتمتد بعد ذلك هذا المثلث يمتد إلى يضيق قليلا إلى أن يصل إلى منطقة دنكاليا، وهناك طبعا أشبه ما يكون بشريط محدود جدا على السواحل البحرية. وهذه المساحة كما ذكر التقرير فيها تنوع طبيعي من حيث المناخ، وفيها تنوع طبيعي من حيث الجغرافيا الطبيعية. فأنت أمام سواحل بحرية فيها تقريبا أرض سهلية، وكذلك تصعد بعد ذلك إلى المنطقة الوسطى وهي تسودها المناطق الجبلية، والمناطق الجبلية تمتد من جنوب إريتريا إلى شمالها. هذه المنطقة الوسط كلها تكاد تكون منطقة
جبلية بما فيها منطقة أسمر اللي هي العاصمة. ثم يبدأ معك بعد ذلك النزول أو النزول نحو السهل الغربي في منطقة بركة والقاش إلى الحدود السودانية. هنا تبدأ معك السواحل أو الأرض المنبسطة والأرض السهلية التي أيضا تتخللها بطبيعة الحال المناطق الجبلية، لكن فيها على كل أرض سهلية كثيرة جدا. فهذه عموما فيها تقريبا تتخلل 3 مناخات مختلفة: مناخ البحر الأبيض المتوسط والمناخ البحري الشتوي، وكذلك في المنطقة الوسطى هنالك مناخان أيضا. مناخ البحر الأحمر قصدك؟ نعم، اللي هو المناخات البحرية بشكل عام اللي يدخل تقريبا فيها الخريف في فترة الشتاء. الأمطار غالب إريتريا تقريبا من شهر 6 إلى شهر 9، هذه فترة الأمطار. من شهر 6 إلى 9. من شهر 6 إلى 9. الصيف يبدأ معك من شهر تقريبا 12 إلى شهر فبراير، هذه الفترة يكون فيها فترات الصيف يعني. جميل، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. طيب، المكون الإريتري يعني المجتمع الإريتري، نعم. ذكر التقرير أنه يتكون من 9 إلى 10 قبائل. لو تعطينا لمحة بسيطة عن ذلك. هو خلينا نقول الآن نحن طبعا أمام تصنيف قد لا يكون محل اتفاق، يعني التصنيف هو لغوي وليس تصنيفا قوميا بالمعنى المعروف للقوميات، ولا هو أيضا تصنيفا دينيا بالمعنى اللي أنت ممكن يعني في المعنى الديني يمكن أن تقسم إريتريا إلى مسلمين ومسيحيين وأقليات من غير الفئتين هذه، لكن أيضا لا تستطيع أن تقول التقسيم قبلي، لأنك أنت في قومية واحدة مثل قومية التيغري مثلا ستجد مئات القبائل ليست قبيلة واحدة. طيب، ما الذي جمع هذه القبائل؟ النظام القائم الآن اعتمد اللسان. لهذا ستلاحظ بأنه مثلا التقرير لم يذكر مثلا الجبرتة، مع أن الجبرتة يحتجون أنهم يقولون نحن لسنا قومية تيغرية، وهم بالنسبة لهم ينظرون إلى أنفسهم هنا ليس لسانيا فقط، لأن التصنيف اللساني فقط لا يعطيك الحقيقة، فهم يقولون بأنه والله نحن إذا أردت أن تصنفنا صنفنا قومية مستقلة وسمنا قومية الجبرتة. لكن في حسبة النظام بما أن الجبرتة يتكلمون لغة التيغرية، فاعتبر غيب الحالة الدينية واعتمد الحالة اللغوية، فجعل قومية التيغرية كلها جامعة للجبرتة وجامعة كذلك للتيغرية بأصنافها المختلفة. باقي المكونات يكاد يكون ذكرها التقرير. عندك قومية التيغري، هذه من القوميات الكبيرة اللي تجمع قبائل عديدة جدا. عندك كذلك قومية الساهو، برضو هنا ستلاحظ يعني أنا هنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل، سواء سميت قومية الساهو كما هو المسمى الآن الرسمي في أو الأساورتا كما أيضا يحلو البعض أن يسميها. فهذه تخرجك طبعا الآن هنا ستلاحظ إذا مشيت في الإطار اللساني فهم ساهو يتكلمون لغة الساهو جميعا تقريبا، لكن الأساورتا فيهم من يتكلم ساهو وفيهم من لا يتكلم الساهو، أي يتكلم التيغري وبنطاق واسع أيضا في المجموعات التيغري. عندك البلين، هذه أيضا من القوميات اللي تسكن في وسط إريتريا ولها لسانها ولها كذلك أعرافها ولها مكوناتها، وتقريبا فرعين أساسيين: التوقي والترقي. بالترقي وبالتوقي دي المكونات الأساسية للبلين. ثم تذهب بعد ذلك إلى قومية النارة أو البارية حسب التسمية. ثم عندك الكنامة، والبارية هنا طبعا كلها قوميات مسلمة، قومية مسلمة. ثم عندك الإيليت يدخل عموما في القوميات مدخلهم من نظام الإيليت. الإيليت داخلين مع الكنامة، داخلين مع الكنامة، وهي من المجموعات النيلية اللي ذكرتها في البداية. ثم عندك قومية العفر اللي هم الدناكل. ثم عندك قومية الحدارب. ثم عندك الرشايدة طبعا تقرير أشار إلى أنه العربية هنا مسألة يعني أي بمعنى الذين يتكلمون العربية كلغة النظام يعتبرهم فقط هم الرشايدة. باقي المكونات مصنفهم على كل بحسب ألسنتهم، فأنت أمام 9 قوميات أو بالمعنى مجموعات لسانية. جميل. نعم. طيب شيخنا شيخ حسن، فيما يتعلق بالديانة، يعني الديانات الشرعية هنا الآن ما يسمونه بالديانة أو يسمونه هم ماذا؟
الديانات السماوية أو يسمونه الديانات الشرعية أيا كان. بماذا يدين الشعب الإريتري؟ الديانات اللي منسوبة إلى الرسالات السماوية هي مجموعتين، المجموعة المسيحية والمجموعة المسلمة، دي أكبر المجموعات. يبقى بعد كده في تقسيمات طبعا في الجانب المسيحي، لكن كلهم بالنسبة لنا يعتبروا يعتبروا نصارى. لكن نصارى. عندك الأرثوذكس كأغلبية، وعندك الكاثوليك، وعندك البروتستانت، هذه كلها مجموعات جميل. كمذاهب موجودة، والديانة تنظر إليهم طبعا كأديان. ولذلك في القسم بتاعت الديانة في وزارة الداخلية المسلمون كلهم يعتبرون كتلة واحدة بممثل واحد، والنصارى يعتبرون 3 مذاهب فعندهم 3 ممثلين. يعني الكنائس الثلاثة يعتبرونهم أديان أديان مختلفة. دي برضو مهمة الناس تنبه إليها. لكن في نهاية المطاف بالنسبة للمسلمين ينظرون إلى كل هذه حالة واحدة، هم نصارى ولا يختلفون. عندنا أيضا مجموعات تدين بالديانات المحلية إن صح التعبير، اللي هو ما يعرف بالديانات الأفريقية، يسمونها أحيانا الديانات الروحانية والديانات الروحية. فدي عموما موروثاتهم معظمها من الموروثات الأفريقية المعروفة، أنهم يسمونهم الوثنيين يعني تقريبا الوثنيين. نعم. هل يوجد في إريتريا يهود؟ لا، إريتريا لا يوجد فيها يهودية أبدا. أي نعم، لأنه اليهودية بتبدأ معك من الشمال الأثيوبي. يعني معظم المتواجدين كانوا في المنطقة هم من مناطق التجراي أو مناطق أخرى في أثيوبيا، لكن لا يوجد حسب علمي لا يوجد في إريتريا ما يمكن أن نطلق عليه ديانة يهودية. ولم يهاجروا لا من اليمن ولا من لا أبدا. يهود الفلاشة مثلا هذول كلهم في أثيوبيا. في أثيوبيا. نعم كلهم في أثيوبيا. إذا نقول أن إريتريا فيها ديانتان، نعم. الإسلام والنصارى. نعم. بأقسامه. نعم. هنا الآن طبعا حتى بس مزيد من التوضيح، القوميات التي تكلمنا عنها الآن عندك 8 قوميات أو 7 قوميات، خلينا نقول 7 قوميات هذه تدين بالإسلام في غالبيتها على الأقل، التجري والساهو والعفر والحدارة هذه المجموعات على الأقل 7 منها تدين بالإسلام. عندك بعض المجموعات اللي هي فيها المسلمون موجودين زي بالتصنيف اللي الآن موجود، اللي هو مجموعة الجبرتة، عدد مقدر موجود الآن تحت حسبة التجرينية. عندك الكنامة فيهم مسلمين وفيهم غير مسلمين، لكن الغالبية فيهم ليسوا مسلمين. الغالبية فيهم محسوبين المجموعة الوثنية اللي تكلمت عنها الآن، اللي هو مجموعات الديانات الأفريقية. النارة تقريبا كلها مسلمين، العفر كلهم مسلمين. فلو لاحظت الآن في الجغرافيا البشرية ستلاحظ بأن القوميات في أكثريتها بهذه المسميات الموجودة هي أكثريتها من أهل الإسلام. جميل. طيب احنا هنا طبعا ما دام هناك ديانتان في إريتريا يجدر بنا أن نتحدث عن التعايش فيما بينهم من خلال السرد التاريخي لإريتريا منذ أن خلق الله إريتريا. كيف تعايش المسلمون والنصارى في هذه المنطقة؟ هو خلينا نقول أولا المنطقة فيها تداخل غير الجانب الديني، هنالك تداخل أيضا قبلي واجتماعي. يعني تلاحظ مثلا بعض المجموعات اللي محسوبة كقبائل مسلمة عندها امتدادات في داخل المجموعات النصرانية، هذه موجودة. عندك بعض القبائل زي قبيلة البلين فيها المكون المسلم وفيها المكون المسيحي، ولا تعاني أصلا إشكالات باعتبار أنها مجموعة واحدة وتنظر إلى نفسها أنها مكون واحد ومسماهم واحد. الذين هم البلين تقريبا فيها مسلمين وفيها نصارى. لكن نقطة الإشكال دائما من خلال تتبعنا للتاريخ، السلطات سواء كانت محلية أو كانت السلطات من الخارج هي التي كانت دائما تؤجج الإشكال. يعني الشعب فيما بينه عنده القدرة على التعايش، يعني عنده القدرة على أنه يعيش في نوع من الوئام إلى حد كبير. يعني قد تنشأ بعض الإشكالات ليست طابعها الجانب الديني، قد تنشأ إشكالات مثلا بين المزارعين والرعاة، قد تنشأ إشكالات بين المزارعين أنفسهم في إنه والله أرضي وأرضك، لكن لا نلاحظ فيها مثلا إنه والله الحالة الدينية هي اللي تسبب الإشكال ما بين
ما بين الطرفين. فالشعب الإريتري على الأقل في إطار الرصد لما يمكن أن نسميه الآن من نشأة الدولة الحديثة اللي هي من فترة الإيطاليين إلى يومنا هذا، الشعب الإريتري على مستوى الحالة الدينية لا تلاحظ فيه مثلا إشكالات. يمكن كثير من الدول اللي حولنا تعاني من إشكالات هذا الجانب، لكن في الحالة الإريترية على كل لا توجد هذه المشكلات. صحيح في بعض الفترات عندما كان الإيطاليون يحكمون يقرب فئة ويبعد فئة، ثم يأتي بعد ذلك الإنجليز يبعد فئة ويقرب فئة، في سبيل فرق تسد. يأتي النظام الأثيوبي يقرب فئة ويبعد فئة، لكن في المجتمع كمجتمع إلى حد كبير عنده القدرة على التعايش والتقبل لبعضه البعض. جميل. وهذا الذي عشناه ورأيناه حقيقة واقعا، أن خلقنا في إريتريا وجدنا هناك تعايش بين النصارى والمسلمين، ووجدنا جيراننا من النصارى مع جيران من المسلمين، ويعني يتبادلون يعيشون حياة طبيعية. طيب، بما أنك ذكرت شيخ حسن أن 7 قبائل تدين بالإسلام، نريد أن نعرف مذاهب هذه القبائل. أولا من حيث المعتقد، هل هناك اعتقاد غير اعتقاد أهل السنة والجماعة؟ ثم مذهب الفقهي، ما هو الموجود في إريتريا؟ طبعا بالنسبة للإريتريين الحمد لله كلهم سنة، هذا يعني بفضل الله. يعني ما يوجد عندنا شيعة ولا يوجد عندنا مذاهب أخرى على الأقل خارج مذهب أهل السنة والجماعة في مسماه المعروف، يعني مسمى الواسع لأهل السنة. ده من حيث الانتماء العقدي العام، هذا فضل الله. من حيث المذاهب عندنا تقريبا 3 مذاهب لها على الأقل حضور. عافانا الله من أي يعني حقيقة مذاهبها عندنا، ما هو السبب؟ لماذا نحن الحمد لله أهل السنة والجماعة؟ نعم. يعني احنا القبائل يعني كما ذكرت معظم القبائل التي ذكرتها يعني معتقدها معتقد أهل السنة والجماعة. في أثناء حديثك اذكر لنا السبب. والله يا أخي السبب قد تكون سبحان الله العوامل التاريخية في نشوء الحكومات والسلطات التي حكمت المنطقة ما كانت إلا سنة عبر التاريخ. الحمد لله. هذه يعني ودائما ما ارتبطت إما بمصر وإما بالحجاز، وإما أحيانا بالدولة السنارية. أيضا بعض مكونات إريتريا قد تكون في فترة من فترات ارتبطت بالدولة السنارية اللي نشأت في القرن ال15 أو ال16 في السودان، وحكمت 3 قرون. بعض المكونات سنأتي على هذا الدول التي حكمت نعم. إريتريا. لكن خلينا نقول العامل الأساسي فيها إنه ما كان مثلا جاءت سلطة من السلطات تنتسب لغير أهل السنة، جاءت من مصر ولا من السودان ولا من الحجاز ولا نشأت في الداخل، هي في النهاية معظمها كانت أو كلها تقريبا كانت دول سنية، وبالتالي التأثر فقط في المذهب وليس في شيء آخر. لما نأتي المذاهب الفقهية عندنا 3 مذاهب سنية معتبرة في الحالة الإريترية. المذهب الأول وهو الأكثر والأغلب هو المذهب المالكي، لأن هذا المذهب تقريبا في شمال إريتريا وغربها ووسطها يسود المذهب المالكي. عجبا، بنسبة أنا كنت كبيرة. أظنه الحنفي. لا ليس كذلك، لأن الأغلبية على كل في إريتريا هم من المالكية. المذهب الحنفي دخل مؤخرا مع الحالة التركية، دخل مع الحالة التركية وكان مذهب قضاء وهو الآن الموجود حتى الآن. لأنه صحيح على مستوى القضاء ستلاحظ الآن أهل أسمرة مثلا باعتبار سلطة كانت هناك، ويمكن أيضا أن يكون في مناطق السلطة في مصوع، يسود المذهب كحالة كحالة يسميها حالة سلطوية، حالة قضائية. لكن الحالة التعبدية الغالب المذهب المالكي في إريتريا، الغالب فيها هو المذهب، لأنه مثلا غرب إريتريا السودان، من السودان، سواء كان السودان باتجاه بر السودان أو السودان من خلال غرب إريتريا، هذه المنطقة كلها تقريبا مذهبها هو المذهب المالكي. المذهب الحنفي من جهة جاء كحالة سلطوية دولة العثمانية، ومن جهة أخرى أيضا الذين درسوا في القاهرة درسوا في الأزهر على وجه التحديد، ومنهم السيد المفتي آخر كان مفتي لإريتريا، أيضا ربما كان له تأثير عموما في الحالة المذهبية. فعندك الآن المذهب المالكي، وعندك المذهب الحنفي، وعندك المذهب الشافعي. جميل. المذهب الشافعي اللي هو عندك الآن الجنوب الشرقي في إريتريا الغالب فيه تقريبا هو هذا المذهب، وهنا يتأثر المذهب الشافعي تحديدا بالحالة اليمنية والحالة الصومالية. ولا يوجد للمذهب الحنابلة المذهب الحنبلي الطلاب الذين درسوا في الآونة الأخيرة مثلا في المملكة العربية السعودية قد يكون هم درسوا وتأثروا بهذه الحال، لكن لم تشكل
ما يمكن أن نسميه بحالة مجتمعية، يعني لم يتحول أن يكون هنالك مذهبا حنبليا مثلا له وجود حسب علمي. يعني أنا ما حقيقة الحتة دي تحتاج إلى يمكن دكتور جلال قد يكون أعرف به. إن شاء الله دكتور جلال إذا كان معنا، لكن أنا أسأل أيضا هل هناك تنازع بين هذه المذاهب؟ هل هناك تعصب؟ أنا عن نفسي عشت قليلا في إريتريا وترعرعت في المملكة العربية السعودية. في تلك الفترة وبالزيارات التي قمنا بها لم أقف على نزاع فقهي. نعم. بين هذا يعبد الله بالمالكية وهذا يعبد الله صحيح وهذا يعبد الله بالشافعية. نعم. ولم أجد منهم لا يوجد نزاعات مذهبية في إريتريا، يعني في إطار المذاهب هذه. يعني مثلا لما يذهب المالكي إلى أسمرة يتعبد الله بالمذهب الموجود، ما عنده إشكال ولا يجد في ذلك أي حرج، وهو يرى أنه هذا مذهب معتبر عنده. إذا نزل أهل أسمرة إلى كرن ونزلوا إلى المنطقة الغربية ووجدوا مثلا الحالة المالكية فعادي، ليس هنالك صراعات ذات طابع مذهبي. بالعكس ربما الصراعات أو النزاعات غالبها الآن طابع حركي أكثر منه طابع مذهبي، يعني اللي هو دخول الحركة السلفية بشكل عام في المشهد. صحيح. دون أن تكون هنا حالة مذهبية. يعني الحالة السلفية لا تتبنى مذهب كما تعرف يعني، لكنها تتبنى عقيدة. فالصراع هنا ربما يحصل في مسألة الأشعرية وغير الأشعرية، لكن لا يوجد صراع ما بين الحالة المذهبية المعروفة في المذاهب. جميل. شيخ حسن، هذا البلد مليء بالثورات. برضو بالثورات. وهو كلا الأفضل أتعبونا مع هذه يعني الأحداث، متأثرين بالأحداث، الله المستعان. الثروات التي يتمتع بها هذا البلد ما هي؟ والله ثروات إريتريا كثيرة. أول ثروة ويفترض أن لا تغيب هو الثروة المتعلقة بالجغرافيا. موقع إريتريا كموقع هذا بالنسبة لنا يعتبر ثروة أساسية. باب المندب. عندك مينائين، لاحظ أنت عندك ميناء في الجنوب اللي هو عصب، وعندك ميناء في الشمال أو في الوسط اللي هو مصوع. المينائين ديل فقط لو لم يكن لإريتريا أي ثروة أخرى يمكن أن تكفي الحالة الإريترية. فهذه المواني كموقع تقريبا جغرافي. النقطة الثانية أيضا الثروات البحرية من أسماك وغيرها، تقريبا هذه أيضا موجودة. النقطة الثالثة عندنا المعادن، وخاصة معدن الذهب. تكاد تكون إريتريا من الدول التي تتمتع بنسبة كبيرة جدا في موارد الذهب، ومع أن حتى هذه اللحظة استخراج الذهب لم يكن بالكميات هنا، لكن زي ما يقول بعض الناس ما تكاد ترفع حجر في إريتريا إلا وتحته تجد تقريبا ثروات الذهب. إلى الآن حسب علمي يمكن طوال 20-25 سنة الاستخراج في منطقة بيشة بشكل أكبر يمكن هو، لكن عندك مناطق أخرى فيها أشياء لا يمكن خيالها. أي عيار؟ والله أنا تفاصيل العيار ما عندي، لكن هو على كل من الأنواع الجيدة جدا حسب ما أعرف. نعم. عندك أيضا المعادن بمختلف اتجاهاتها. عندك النحاس والفوسفور عندك والحديد، كل هذا موجود. الله. أي نعم، بكميات كبيرة. البترول أيضا حسب علمي موجود، ولكن إلى الآن لم يتم التفكير في استخراجه نتيجة أنه البلد يعيش حالة صراعات على كل منذ التحرير وإلى الآن. فقد تكون من السياسات أيضا التي يتبعها النظام ألا يعلن عن جميع ما لديه موارد حتى لا تكون منطقة أطماع. أتوقع هذا قد تكون جزء من فعلى كل هذا الجانب أيضا موجود. عندك أيضا ما شاء الله الحالة السياحية. لو أردت أن تتكلم عن الوضع السياحي في إريتريا أيضا فيها مناطق سياحية جميلة جدا، سواء في جزرها أو سواء في جبالها. هل يوجد الثروة الحيوانية؟ عندك الثروة الحيوانية موجودة، لكنها ليست بالحجم اللي ممكن تقول عنه أحجام كبيرة، لأنك الثروات الحيوانية محدودة. يعني ما تصدر، يعني هي قد تصدر بعض الشيء لكن ما بكميات كبيرة. الزراعية، الثروات الزراعية موجودة، ولكن أيضا ما بمستوى التصدير. على ماذا يأكلون الناس؟ بماذا يقتاتون؟ عندك الذرة العادية، هذه طبعا أساسية بالنسبة للحالة الإريترية، أو يعني بمختلف أنواع الذرة. طبعا عندك الذرة دي حالة محلية، هي ليست كالقمح ولا كالشعير، لكن الشعير برضو موجود في بعض المناطق. يعني في إقليم عنسبة كنت أذكر يعني زمان ونحن صغار الشعير دائما كان يأتي إلينا من
من منطقة الأجداد يعني إلى منطقة القاش. القاش ما فيها شعير، لكن كان دائما يزرع في المناطق الباردة، وكان يأتي إلينا في أبرز الأنهار شيخنا، وهل تعتبر ثروة؟ طبعا أكيد أكيد. عندك ثلاثة أنهار رئيسية، تلعب دور كبير جدا في المياه، وقد تكون هنالك أنهار أخرى فيما يتعلق بالمنطقة الشرقية شرق إريتريا. لكن في المناطق الغربية لإريتريا عندك نهر القاش اللي يصل في النهاية إلى مدينة كسلة، وعندك نهر أيضا خور بركة وده يصل إلى دلتا طوكر، وعندك النهر اللي هو عنسبة. طبعا عنسبة في واحدة من محطاته يشكل فرع من فروع نهر بركة تقريبا، يعني قبل ما يدخل إلى الحدود السودانية يندمج. وهذه الأنهار تسيل طوال العام؟ لا، هذه موسمية، أنهار موسمية. آه. هذه أنهار موسمية مع الخريف بالذات، مع فترة الخريف. فهذه تربط يعني مثلا عندك نهر القاش يربط مساحات كبيرة جدا. النيل ما يمر على إريتريا؟ لا، النيل ما يمر على إريتريا، لكن عندك نهر سيتيت في اللي هو مأرب فوق في منطقة إريتريا، ويجي مار إلى عن طريق نهر سيتيت. تعتبر إريتريا واحدة من الدول يصب فيها نهر النيل؟ لا، النيل لا، هو عن طريق نهر عطبرة. سيتيت يصب في نهر عطبرة. طب ما العلاقة بين سيتيت ونهر النيل؟ ما في نهر النيل يصب بعد ما يتشكل النيل الأبيض والنيل الأزرق مع بعض، لما يشكلوا النيل بعد ذاك يدخل عليهم نهر عطبرة في مدينة عطبرة. جميل. أيوة، يدخل عليهم في مدينة عطبرة. فيعتبر على كل إريتريا داخلة عن طريق السيتيت في موضوع الدول. يعني إريتريا ليست من دول المنبع؟ نعم. لنهر النيل ليست من دول المنبع. يعني هم عادينها عن طريق سيتيت، هي داخلة كجهة مراقبة الآن، داخلة في كجهة مراقبة. نعم. جميل. إذن هذه ثروات إريتريا ما شاء الله تبارك الله. طبعا عندك ما شاء الله المناطق فيها المناطق جميلة، فيها الفواكه، فيها الخضروات، يعني وصالحة لحسب التنوع اللي تكلمنا عنه فيها. بالمناسبة كنت أريد أن أسألك، ما الذي تزرعه إريتريا؟ هو على كل الذرة العادية هذه التي يقتات عليها كثير من الناس. جميل. وعندك موضوع الشعير الذي أيضا ذكرته في الزراعة، ثم عندك موضوع الفواكه بمختلف أنواعها، الخضروات مختلف أنواعها، هذا كله مما يزرع على كل في الحالة. هل يوجد بن؟ البندي ما أعرف أنه في بن تزرع يعني حسب علمي. أنا سمعت أنه قليل، كذلك الطاف أيضا قليل. نعم، الطاف والبن كله تخيل تذكر هذا. نعم. هل في تمر؟ لا، حسب علمي ما في تمر، لكن عندنا الدوم، أقول له العكات. الدوم هذا في نهر القاش بالذات. عكات والقابة موجود اللي هو النبق. أيوة، النبق موجود. التين والبرشومي. وعندك التين الشوكي. أيوة، عندك التين الشوكي أيضا موجود. أي نعم. كان هناك مشروع جديد في زراعة التمر في إريتريا، هل وقفت عليه؟ لا، ما عندي علم والله. كذلك أنا لم أقف على هذا، ربما الآن تكون هناك مزارع مهتمة به، لكن إريتريا لم تعرف بزراعة التمر أبدا. نعم. أبدا قديما. نعم. لكن كان يوجد فيها البرشومي الذي هو التين الشوكي. يعني أكلناه سنوات ولا زال موجود، سبحان الله، ينتج بفلوسه. طيب شيخ حسن، حقيقة استمتعنا بهذه المعلومات الجميلة الطيبة المباركة فيما يتعلق بثروات. نريد حقيقة السرد التاريخي، ليس السرد السياسي، لكن السرد التاريخي للسلطات التي مرت على إريتريا منذ أن خلقها الله عز وجل. يعني ما قبل النجاشي بمن مرت مرورا إلى النظام حاليا، وصولا إلى النظام. على كل، بالنسبة لما قبل النجاشي أتوقع أن الأمور كانت الحالة الأفريقية المعروفة، يعني هذه المناطق كلها كانت تسود فيها القبائل النيلية بشكل عام، وكذلك كانت تسود فيها القبائل الحامية بشكل أساس، كحالة إفريقيا كلها تقريبا. الطابع في مثل هذه القبائل هي أنها طابع سلطوي قبلي، كانت سلطوي قبلي. السلطات القبلية جميل. يكون للقبيلة تقريبا زعيم، ويكون لها سلطانها، ويكون لها حاكمها، ثم بعد ذلك هي قد تتبع خارج المنطقة وقد لا تتبع.
لكن التاريخ الذي يعتبر بالنسبة لنا تاريخ مدون ومسجل هو تقريبا من مملكة أكسوم اللي هي مملكة الحبشة في ذلك الوقت. ويبدو الحالة هذه ارتبطت في تطورها ونموها وازدهارها كذلك بالحالة اليمنية. أعتقد هذا يعني فترة 2000 سنة قبل الإسلام. نعم. فهو أنت الآن إذا أردت أن تؤرخ لهذه الفترة هي الفترة التي حصل فيها انكسار لسد مأرب. هذه الفترة هي التي حصل فيها نقل الحضارة اللي هو شرق البحر الأحمر. لكن الحبشة قبل موجودين، هم الذين استقبلوا قبائل عربية، قبائل اللي هم سد مأرب، حبشات، حبشة وغيرها. ما هي متداخلة على كل. اليمن مع الهلال متداخلة بشكل كبير، لكن ستلاحظ بأن هذه المنطقة من حيث الارتباط في منذ فترة الملك سليمان نبي الله سليمان، وكذا مرتبطة هذه المنطقة ببعضها البعض. أحيانا يتبع الجزء الشرقي للجزء الغربي، وأحيانا العكس. صحيح. زيارة ملكة سبأ نعم من اليمن إلى إلى هذه المنطقة. ولذلك الآن حتى الانتساب الذي ينتسبه بعض النصارى إلى نبي الله سليمان وكذا، والادعاء بأنهم جزء من السلالة، كل هذا له ارتباط بأنه كان في تاريخ ضارب في هذه المنطقة. وفي فترة من الفترات طبعا قبل المسيحية حصلت فيها أيضا وجود لليهودية بشكل مؤثر، ثم بعد ذلك جاءت الحالة. جميل. إذن التاريخ الواضح لإريتريا يبدأ من مملكة أكسوم. نعم، هذا التاريخ اللي على الأقل أنت تقدر تعتمد عليه. هو الذي أدى الصحابة إلى أن يتجهوا باتجاه الحبشة. نعم. لأن فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. نعم. الله، هذه الكلمة جميلة. الله أكبر. نعم. نسأل الله أن يهيئ لهذه الأمة آمين. ملكا عادلا. طيب نواصل. بعدها من الذي حكم إريتريا؟ طبعا بعد الحالة بعد النجاشي، وعادت طبعا السلطة أيضا بعد النجاشي إلى النصارى نفسهم، وظلوا هم على كل يحكمون. ثم جاءت في فترة عمر بن الخطاب رضي الله عنه محاولة إرسال بعثة عسكرية بعد أن حصلت بعض المناوشات لمجموعات من الحبشة على البحر الأحمر، وكانت وقتها البحر الأحمر يخضع للسلطان الإسلامي. فأرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني كتيبة أو سميها سرية من السرايا، ولكنها لم توفق. هذه السرية قتلت تقريبا جميعا، نسأل الله أظن بقيادة عبد الله بن أبي السرح. لا، عبد الله بن أبي السرح هذا جنوب مصر، لكن هذا شخص آخر. ليس عبد الله بن السرح. فتم تقريبا بعدها تردد عمر رضي الله عنه في إرسال الفتح العسكري إلى هذه المنطقة. وعمر بشكل عام سياسته تعرف أنه ما كان يحب ركوب البحر، يعني ما كان يراها نوع من المغامرة بالمسلمين وأرواحهم وكذا، فما كان يميل عمر رضي الله عنه إلى هذا الموضوع. إلى أن جاءت بعد ذلك الحالة الأموية سنة 85 تقريبا. حصل محاولة أساسية لأن يكون هنالك قاعدة عسكرية للأمويين في منطقة مصوع، ونقدر نؤرخ الوجود الرسمي بهذا التاريخ. الوجود الرسمي سنة 85 هجرية. هذه الفترة كانت تقريبا في العهد الأموي، وظلت هذه المنطقة منطقة مصوع ومنطقة الجزر هذه يعني يبعد لها ويحصل فيها إنفاق وفيها سجن على كل من السجون، وفي نفس الوقت كانت تحرص أن تكون هذه الحامية منفى. كانت منفى، هي من جهة كانت منفى، ومن جهة ثانية أيضا كانت حامية حتى لا يحصل أي عدوان من الطرف الغربي للبحر على الطرف الشرقي. ثم حصل بعد ذلك امتداد أيضا في العهد العباسي، والامتداد هنا كان أوسع لأنه امتداد بدأ بالشمال صح التعبير، اللي هو دخول عبد الله بن أبي السرح في فترة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتحريرهم لجنوب مصر الحالي، ثم دخولهم مع الشمال السوداني في اتفاقية البق المعروفة. دخل البجع عموما في اتفاق مع الدولة العباسية، وحصل زيارة لبعض. من هم البجع؟ البجع هم الآن المكونات التي تسكن شرق السودان المعروفة الآن بالهدندوة والحدارب والبداويت. هذه كلها تقريبا مجموعات كانت تسكن، وهي مجموعات حامية على كل. جميل. مجموعات حامية، وكان لهم على كل تاريخ، وكانت لهم ممالك في هذه المنطقة. فهؤلاء دخلوا في اتفاق سلام مع الدولة العباسية، وأحد زعمائهم زار تقريبا بغداد. وهذه الاتفاقية نفعت كثير جدا في أن بعض القبائل العربية تنداح بعد ذلك بحكم هذا الاتفاق إلى الغرب
غرب البحر، فتسكن في هذه المنطقة. ومن هنا نشأت تقريبا القبائل السامية التي تكلمنا عنها، وتطور على كل بعد ذلك الأمر إلى أن نشأ السلطنات، مسكها هذه السلطنات من منطقة السواكن إلى الأرض الصومال، يعني أو الأراضي الصومالية. من هم السلطنات؟ اللي هي السلطنات السبعة تقريبا، دول الطراز الإسلامي المعروفة. يعني واحدة منها مثلا مملكة العدل، مملكة إيفات، وغيرها من الممالك. يعني الزيالعة متى حكموا؟ هي على كل غالبها ضمن هذه الدويلات الطراز هذه. طبعا هنا هذه الدويلات سبحان الله كانت دائما ما ترتبط في ولائها بالسلطة المركزية، يعني إما أنها تتبع عائلة حسن نايب، عائلة النايب كانوا هم أعتقد ولاة تابعين للدولة العثمانية. طبعا عندك من تاريخ 1514 تحديدا دخل الوجود العثماني في المنطقة، وبطبيعة الحال لما نتكلم عن الحالة العثمانية يعني هل بقي قبلهم شيء؟ احنا الآن دخلنا في هي خلاص بعد العباس التي هي بعد العباسيين، العدل، الإيفاد، الزيالعة. أيوة، هذه نشأت الآن كممالك إسلامية، دائما كانت في إشكال مع منطقة الوسط المسيحي، يعني هنا كانت دائما في حروب. وأحيانا لما تضعف أيضا السلطات المركزية في الأمة، هؤلاء الدويلات هذه يضعفون ويتحالفوا أحيانا مع النصارى، وربما تحالفهم أحيانا يكون ضد بعضهم أيضا. هذه برضو من الأشياء التي لا بد أن نلاحظها. فكانت على كل تضعف أحيانا وتقوى أحيانا بحسب قوة الدولة المركزية. استهدفت هذه المنطقة من البرتقاليين كثيرا، لأن البرتقال كانوا يسعون إلى لكن البرتقاليين جاءوا بعد دخول العثمانيين إلى هذه المنطقة. لا، هي أصلا كان في ذلك الوقت الوجود العثماني كإمبراطورية كبيرة تتحرك في البحار، بحر الأحمر والمحيط الهندي، وساعية بعد ذلك إلى أن يكون الدولة العثمانية لها تأثير على الهند. كل هذا كان الأسطول البحري الذي كانت تتحرك فيه الدولة العثمانية بدأ تأسيسه في منطقة السويس في مصر، واتجه بعد ذلك إلى سواكن، ثم دخل على كل إلى فكان الحالة العثمانية من القرن الخامس عشر هي الحالة السائدة كسلطة. جميل. 1514 ثم حصلت هنالك حالة من سلطة مركزية واسعة للمسلمين كلهم في هذه المنطقة، اللي الفترة اللي جاء فيها الإمام أحمد المعروف ب أحمد قراي. أيوة. قال له يسموه الأشول. أيوة. هذا تقريبا استقرت المنطقة غالبها، منطقة الصومال وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا. حكمها 20 سنة، هذه المنطقة كلها حكمها 20 سنة. ثم كان واحدة من أخطائه، أحمد قراي صومالي ولا إريتري؟ هو منطقة هرر يبدو لي، هو منطقة هرر. هو لكن في ذلك الوقت كانت المنطقة يبدو لي أقرب إلى الصومال منها إلى إثيوبيا كمنطقة على الأقل. ثم ارتكب خطأ في تقديري الإمام أحمد، وهو أنه قال للأتراك لسنا الآن خلاص بحاجة، نحن الآن سلطتنا مستقرة وأوضاعنا مستقرة، والبرتقاليين انسحبوا، فأنتم إن شاء الله يعني ما نحتاج. احنا لازم يعني نمر على الصراع البرتغالي العثماني في تلك المنطقة. نعم، يعني لو تعطينا الصراع البرتقالي عموما سبحان الله، كانت البرتقال وقتها تمثل رأس الرمح فيما يمكن أن نسميه بالحالة الغربية، كما اليوم نحن أمريكا وبريطانيا وفرنسا هي تمثل الحالة. في ذلك الوقت البرتقال كانوا هم الأساس، هم الذين كانوا يشتهرون بالاكتشافات ويشتهرون بكذا، فكانوا يتحركون يمين وشمال، وكان دائما ما يكون لهم اهتمام بشرق أفريقيا من خلال وجود كتلة مسيحية على أرض الحبشة. كان لهم يعني إمبراطور. نعم، إمبراطورية. كان لهم إمبراطورية، وفي نفس الوقت أيضا كانوا يتقصدون الوصول إلى منطقة الجزيرة العربية. الدولة العثمانية ما يهمها بشكل أساس، صحيح كان يهمها وجود المسلمين في المنطقة، لكن أيضا يهمها حماية الحرمين، لأنه في التاريخ الإسلامي معروف أن من يتولى الخلافة أهم ما يجب أن يفكر فيه حماية المقدسات، وإلا ما صار خليفة، فيحرص أن الحرمين هذه لا تسقط من عندهم. فعلى كل البرتقال ضربوا في هذه المنطقة وأخرجوا، واستولى بعد ذلك الأتراك مع أهل المنطقة، وساهم الأتراك طردوا البرتغاليين. وهنا طبعا كانت أيضا من الأشياء المهمة جدا التي تذكر الوجود اليمني من خلال أيضا الخلافة ساهم بشكل كبير في هذه الحرب. يا سلام. خاصة حسب ما تتبعت أنه الإمدادات التي حصلت للجيش العثماني وأرض الحبشة كانت تأتي أيضا من المسلمين في اليمن.
فأنت لاحظ الآن هذا التداخل الذي كان في تلك الفترة. جميل. الآن سنقف إلى استماع مداخلة الأستاذ الدكتور عبد الحميد زرقوم في برنامجنا إريتريا الجميلة. نستمع إلى مشاعره الطيبة وإلى معلوماته الذخيرة لهذه الأرض. من خارج الاستديو معنا الأستاذ الدكتور عبد الحميد زرقوم. أهلا وسهلا. طيب، يبدو أنه ما تيسر الاتصال. على كل حال أسأل الله تعالى التوفيق والسداد. نعم. بروف عبد الحميد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا سعادة البروف، أهلا وسهلا، حياكم الله. أنتم يا مرحب، نورت برنامج قضايا إريتريا. بارك الله فيكم. حيا الله الشيخ. كنا نتحدث مع شيخنا الشيخ حسن حول إريتريا الجميلة، موقعها الجغرافي، مناخها، تاريخها، المكونات فيها، وكان حديثا ماتعا. نريد مداخلتكم حول هذا، مشاعركم ويعني المعلومات الذخيرة التي لديكم عن إريتريا مجملا حول هذه الأمور. المجال معكم، حياكم الله. بارك الله فيكم. أولا عزيزي الشيخ برهان، أشكرك وأحيي ضيفك الكريم الشيخ حسن سلمان. أهلا بالشيخ برهان والشيخ دكتور حسن سلمان والفريق، فريق العمل من إنتاج وصوت وكاميرا، هذه الكوادر المميزة. وأشكركم على هذا اللقاء الشائق الماتع. دائما تتحفون بهذه الفعاليات والبرامج الممتازة. أنا فقط مداخلتي كانت حول أولا اليهود. الذي أعرفه والذي سمعته وقرأته أنه لا يوجد في إريتريا يهود، لكن هناك رواية أخرى تقول قدموا من اليمن وكان عددهم تقريبا 500 شخص، وبعد قيام دولة إسرائيل هاجروا، وما بقي منهم ربما إلا رجل 70 أظن كانوا قبل فترة التقوا به أظن في إحدى المدن الأوروبية، لا أدري. وهذا فيما يتعلق باليهود في إريتريا، كانت صح الرواية يعني. طبعا كان هناك جيراننا في اليمن، من اليمن يعني في إريتريا تحديدا في كرن عدد كبير من هؤلاء، وربما يعني قدم من اليمن أحد هؤلاء وكذا، لكن كجديان في إريتريا ما سمعنا وما عايشنا وما رأيناهم. فيما يتعلق بالتداخل بين المسلمين والمسيحيين، هذا يشاهد ويرى ويسمع في كل مكان. يعني في الزواج مثلا، إن كان صاحب الدعوة مسلما مثلا فيدعو أحد الزملاء من المسيحيين ويذبح ذبيحة للمسلمين ويدعو، سبحان الله يعني. والعكس أيضا صحيح، إن كانت المناسبة للمسيحيين فإنه يدعو أحد المسلمين ليذبح ويدعو المسلمين. بمعنى أن الزواج الذي للمسلمين تكون فيه ذبيحة للمسيحيين يقوم بها أحد المسيحيين، وتدعى إليها مجموعة من الزملاء والأصدقاء والمعارف ويأكلون كم المسلمين، يعني ذبيحتهم هناك ولكن هناك تداخل. وإذا كانت أيضا مناسبة للمسيحيين هناك ذبيحة للمسلمين أخرى ويدعى إلى هذه الذبيحة عدد من المسلمين ويأكلون وكأنهم في عرس واحد. أيضا بالنسبة للزيارات في العيد مثلا، يعني أنا أذكر الوالد متع الله بالصحة والعافية في رحمة الله زرقوم كان يأتينا يوم العيد في بعد الصلاة مباشرة يأتينا مسيحي وعنده يعني تيرباطة إن صح التعبير، يعني تيرباطة يعني هي آلة موسيقية تقليدية بلدية، فيذكر محاسن الشيخ الوالد وأهله وأنه من أعيان المدينة وأنه فعل كذا وسيرته في المعهد وكذا. والوالد كعادته يقول شيطان الله أكبر عليك منطوق، يعني يكاد يعني يسجد له احتراما له وثم يأخذ نصيبه من المال ويذهب. إذا هذا أيضا دليل أن هناك تداخل وأن هناك تبادل زيارات وأنهم يعرفون تاريخنا ونعرف تاريخهم. في مولد النبي عليه الصلاة والسلام كانت هناك يعني مناسبة في غاية الروعة، بالذات في مدينة كرن. يعني المعاهد كلها من معهد عنسبة، معهد جامع،
المعهد الديني الإسلامي بكرن، ومعهد أصحاب اليمين. المعاهد الكبرى الثلاث هذه كلها تخرج يعني في صفين، وصفين طويلين، ونمر بأحياء بسوق المدينة إلى أن نصل المسجد الكبير، وهناك احتفال يقام. طريقة حتى صاحبات البارات بايعات الهوى عاهرات يعني. اوكي، يعني مع هذا الجميع يقف ويزغردنا ويصفقنا، واحترام كبير، والى ان نصل المسجد. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، المدينه كلها تحتفل. يا سبحان سلام الله. في يوم يا العيد سلام. نعم، في يوم العيد كل شيء مغلق، مع ان المناسبه فقط المسلمين، اقصد يعني احتفالات كبيرة جدا. واذكر ايضا يعني سبحان الله احد الجيران اسمه فصم كان ياتينا كانه احد الاقارب، كل يعني يومه كله معنا، يلعب معنا. حتى انا الاخذ العليم في الشقيق رجه الله وزملائه جميعا، لما ياتي في الزيارات من السعوديه يعطيه البر كما يعطيني انا ويعطي اخي عبد العزيز، لا يفرق بيننا نحن الثلاثه. وفي اخر زياره لي في 2007 لإريتريا، فصم هذا زارني عندما علي بقدومي، وأفطر معنا، تناول معنا الإفطار في رمضان، وحتى أنا أمازحه في أثناء الصلاة، قلت له تعال نصلي، فقال لي لا بس أنا سأصلي فيما بعد. يعني هذه الدرجة نتزاور ونتبادل الزيارات ونتبادل الهدايا، ليس هناك يعني حاجز أو حائل بين المسلمين والمسيحيين. نعم نعم، احترام نعم متبادل. صحيح صحيح. وطبعا وهناك طبعا القوميات التي ذكرها دكتور حسن سلمان، قومية التيغري، وهي من أكبر القوميات في إريتريا، نعم. وفيها عدة قبائل، لكن هناك قبيلة المنسع التي فيها بعض المسيحيين. وحتى في البيجوك أنا رأيت هناك عائلتين تقريبا، عائلتين أو عائلة، والآن تكاثرت عائلة مسيحية لا تكاد تميز بينها وبين المسلمين، لأنها من الأقارب، وهناك زيارات وتبادل. ويقال أن هؤلاء تنصروا أيام الاستعمار الإيطالي بفعل المجاعة مثلا، وشح الموارد المائية إلى آخره، والرعي. هذه رواية، لكن الرواية تقول هؤلاء أصلا من أول من المسيحيين يعني. على كل المسيحيون في إريتريا والمسلمون لهم تداخل، تعايش سلمي، تناغم اجتماعي. سمعنا أبدا كانت هناك فتنة طائفية تقاتل فيها الطرفان، الجميع كانوا معا قبل الثورة وبعد الثورة. واليوم أيضا هناك من يتهم النظام بأنه طائفي، أنه يدعم المسيحيين، وهناك من يمكن يقول كانت هناك طائفية، فلماذا أيضا بعض المسيحيين يشتكون؟ بعض الطوائف مثلا اللي يسمونهم الجهوفا اللي هم يعني يهود شهوة. أيوة. ويعني عموما هناك اضطهاد للجميع. أما الحكومة طبعا تنكر، تقول لا نحن ما عندنا طائفية وما عندنا اضطهاد للمسلمين ولا للمسيحيين، الجميع متساوي. طبعا هذه قضية أخرى، القضايا السياسية هذه نحن الآن لا تعنينا، لكن هناك أقصد يعني تعايش سلمي بين المسلمين وغيرهم من المسيحيين وحتى من الوثنيين اللادينيين الذين ذكرهم دكتور حسن، هناك قبائل الماريا وغيرهم في القاش بركة. هؤلاء وإن كانوا من الوثنيين اللادينيين أو لهم ديانات تقليدية بدائية قبلية، إلا أن التعايش والتمازج مع المسلمين والمسيحيين على حد سواء. ربما هذه مداخلة المختصرة حول هذا الموضوع. وعموما يعني ربما إريتريا من النماذج النادرة التي فيها تعايش سلمي وتمازج وتناغم اجتماعي غير طبيعي. وطبعا الواحد يعني ربما يقول كيف نسمي قوميات؟ هذه ليست قوميات. أنا إذا قلت قوميات هناك تنافر، هناك صراع. مثلا الأكراد هم قومية، الأكراد والعرب، والذين مثلا في لبنان وسوريا طوائف دينية، وفينا أيضا قوميات يعني. ففي إريتريا ما عندنا قوميات بهذا المعنى، بالمفهوم القومي، وإنما المفهوم اللغوي. يعني 9 لهجات، يمكن أن نقول 9 إثنيات مختلفة، لكن ما نقول قوميات. وحتى الإثنية الواحدة كتيغري مثلا فيها عشرات القبائل، هؤلاء فيهم يعني بينهم مثلا تداخل وتمازج، ولكن أيضا أحيانا التمازج مع القوميات الأخرى إن صح التعبير موجود. مثلا الجبرتا تداخلوا مع الساهو، تداخلوا مع التيغري تداخلوا مع البلين. ربما هذه أكثر وضوح، التمازج بين التيغري والبلين ربما بحكم القرب، يعني الموقع الجغرافي والتداخل.
يعني أنا عمتي مثلا تزوجها البلين، وخالتي تزوجها البلين، وعمي تزوج من البلين، وابن عمي تزوج من الجبرتة، واحد الزملاء، يعني التداخل غير طبيعي. نعم. فما عندنا هذا الذي يوجد في الدول الاخرى، يعني اختلافات قوميه وبالتالي تناحر وتناطح وحروب طاحنه. لا، ما عندنا هذا. حتى عندما قامت الثوره يعني الذين التقوا في اسمره تكلموا عن يعني لماذا نفترق؟ لماذا نفترق؟ يعني كأنهم فلاليه، لماذا نفترق؟ دعونا نجتمع، هدفنا واحد، مقصودنا مشترك. والآن الاستعمار الإثيوبي يفرق بيننا، ولأنه كان هناك فكرة تقسيم المسلمين والمسيحيين، المسلمون يذهبون إلى السودان والمسيحيون إلى إثيوبيا ويتخلصون من شيء اسمه إريتريا. فالجميع رفض هذا إلا بعض المتمردين، يعني الجميع رفض هذه الفكرة. نحن قومي، نحن شعب مختلف، نحن نسمى إريتريا، شعبنا شعب إريتري يناضل من أجل استقلاله ووحدة أرضه وشعبه، ووقف الجميع معا وإلى أن نالت إريتريا حريتها. فالآن المطلوب هذا النفس الذي كان عند أجدادنا والأجيال القديمة يجب أن يستمر، وتكون هناك لحمة وهناك تعاون سلمي لا إقصاء لا تهميش. جميع يسعى إلى أن يعيش في أرضه ووطنه ويبنون إريتريا معا كما ويعمروها معا كما حرروها معا. هذه مداخلتي، وبارك فيكم وأشكركم على هذا الحضور الماتع الذي دائما تتحفون به. جزاك الله خيرا بروف عبد الحميد على هذه المداخلة الطيبة المباركة، وأسحبت وأجدت وأفدت في المكون الإسلامي والمسيحي والتعايش السلمي بينهم. أشكرك من قناة سلام. شكرا لك الأستاذ الدكتور عبد الحميد زرقوم، أحد علماء إريتريا. شيخ حسن، وقفنا، نريد أن نختم الآن عند طرد البرتغاليين وتولي الدولة العثمانية والخلافة العثمانية. نعم. بعدها كيف بعد الحالة العثمانية طبعا حصل نوع من التراجع بالنسبة للعثمانيين، وتقدم المصريون، وحصل تفاهم بين العثمانيين والمصريين فيما يتعلق هنا الآن نتكلم عن السواحل تحديدا ومناطق الوسط. أعطيت للمصريين في مقابل أن يقوم المصريون بدفع المبالغ المتعلقة بولاية الحجاز، لأنه خلاص أنت أعطوك مساحة من الأرض مقابلها أيضا يكون فيه. فعلى كل بعدها دخل الإيطاليون إلى المنطقة، دخل الإيطاليون تقريبا في نهايات القرن التاسع عشر، واللي هو 1985 90 في هذا الاتجاه تقريبا، واستمرت إلى 1945. يعني الإيطاليين تقريبا استمروا إلى 41 كان تقريبا إيطاليا، ثم هزمت إيطاليا في الحرب العالمية الثانية كما هو معروف، ثم دخل البريطانيون على المشهد وأخذوا 10 سنوات. جميل. وإريتريا هنا بدأت تتشكل من العهد الإيطالي تحديدا. خارطة إريتريا المعروفة الآن التي نتكلم عنها نشأت مع إيطاليا، فإيطاليا هو راسم الخريطة الفعلية للجغرافيا التي تراها الآن. الإيطاليون هم الذين رسموا، وأكدوا يعني البريطانيون أيضا. البريطانيين نفس الطريقة، لأنه خلاص اعتبروا هذه ممتلكات بريطانية. جميل. كانت هكذا إريتريا والصومال الإيطالي وليبيا، هذه كانت كلها مستعمرات. من الذي أخرج البريطانيون؟ البريطانيون خرجوا بعد ذلك باتفاق، خلاص لما حصلت المطالبات بالاستقلال في العديد من الدول الأفريقية، عرضت مشكلة المستعمرات الإيطالية ومنها إريتريا اللي تحت البريطانيين لمدة 10 سنوات، عرضت في الأمم المتحدة ماذا يفعل بها. فإيطاليا ليبيا أخذت استقلالها، الصومال أخذ استقلاله، حصل الخلاف حول إريتريا. الله المستعان. والخلاف حول إريتريا كما أنه كان خلاف داخلي، أيضا كان في خلاف خارجي. القوى الكبرى اختلفت حول مصير إريتريا. منهم من يقول إريتريا هذه نتبعها لإثيوبيا، منهم من يقول إريتريا نقسمها ما بين مرتفعات تذهب إلى إثيوبيا ومنخفضات تذهب إلى السودان، أو تشكل كيان جديد. وكان في كيان مطروح اللي هو كان البريطانيين تحديدا عندهم جزء من شرق السودان وإريتريا اللي هو المنخفضات، يمكن أن يشكلوا في ذلك الوقت. كان مطروح فكرة دولة البجة أو كيان البجة كان مطروح. كل هذه على كل لم تؤتي أكلها، لأن الشعب الإريتري تشبث بوحدة أرضه ووحدة الشعب،
وكان المسلمون يلعبون دورا كبيرا في صناعة هذا الحوار أو صناعة هذا المشروع على وجه التحديد. وكان وقتها تقريبا يعني قيادات بارزة جدا من القيادات التاريخية لإريتريا، عبد القادر كبيري، إبراهيم سلطان، هذه من الشخصيات اللي كان لها دور كبير في الكيان هذا على الأقل في إطار أن تكون إريتريا مستقلة. نعم، أن تكون لا تتبع لا لإثيوبيا ولا للسودان. نعم، لكن حصل قرار على كل الأمم المتحدة بأن تكون إريتريا تحت التاج البريطاني باتفاق فيدرالي. تحت إيش؟ تحت التاج الأثيوبي. أي. إمبراطور التاج الأثيوبي. تمام. أيوة. لمدة 10 سنوات، وبعدها يحصل الاستقلال. الذي حصل طبعا الإمبراطور لم يوفي بهذا الوضع. إريتريا نشأ لها برلمان، نشأت لها شرطة، نشأ لها علم، نشأ لها دستور في هذه المرحلة. فما نتكلم عن هذا الكيان نشأ له، لأنه كثير من الإخوة الذين يستمعوننا الآن قد لا يعرفوا، سبحان الله، يقول لك إريتريا يعني يقول لك كأنما خرجت، يعني كان مفروض تتبع اثيوبيا ولكنها خرجت. لا انما هي كانت دولة مستقلة. كانت هكذا. بل اقول دائما لبعض الناس اللي يقول لك ليش اثيوبيا حبيسة؟ اقول لهم تاريخيا اثيوبيا حبيسة، يعني اصلا هكذا وضعها. يعني ونحن الدويلات هذه اللي تكلمنا عنها كل الساحل امسكها من جزر كان ملك لهذه الدويلات، هذه هي. فلم تكن منطقة العمق الأثيوبي هي أصلا جزء من السواحل يعني. فهذا تاريخ يعني لا يجب. وبالتالي اللي حصل نقض من الإمبراطور هيلي سلاس، ألقى الاتفاق، وطبعا حصل برضه الأمم المتحدة وقامت الثورة سنة 1961. أيوه 61 إلى 1961 أعلناها ثورة في 61 إلى 91، 30 سنة حرب تحرير، إلى أن استقلت إريتريا سنة 91 وأخذت ترسيم وضعها سنة 93. ومن هذا التاريخ إريتريا وأصبح علمها يرفرف في الأمم المتحدة باعتبار أنها إريتريا تحت هذا النظام الموجود. مشاهدينا الأكارم، هذه هي إريتريا. أرجو أن تنشروا هذا الفيديو لجميع أنحاء العالم حتى يتعرف الناس على إريتريا، أين موقعها، ما هو مناخها، ما هو تاريخها، وما هو يعني المفترض أن نتحدث عن مستقبلها أيضا، لكن تركنا هذا حتى لا ندخل في الأمور السياسية. الهدف فقط هو التعريف بإريتريا وما تم عليها من سرد تاريخي مختصر، وكذلك فيما يتعلق بالمكون المسيحي والإسلامي إن صح التعبير. أرجو أن تكونوا قد استمعتم واستمتعتم بهذه الحلقة المباركة. أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان على هذا العرض الجميل والسرد الرائع، كما أتقدم بالشكر الجزيل أيضا الأستاذ الدكتور عبد الحميد زرقوم في مشاركته معنا هاتفيا. كذلك الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. وإن ننسى فلا ننسى أن نشكر أيضا سعادة الدكتور جلال الدين محمد صالح، وإن لم يدخل معنا إلا أنه وافق، وإن شاء الله نستفيد منه في المرات القادمة. وكذلك أشكر إخواني وزملائي في الاستوديو، وهذا أخوكم برهان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.